السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز. تعالوا بقى بينا نقضي كده فلوج يوم كامل، نشوف عملنا ايه كده اول ما صحينا من النوم. خدت الدش التمام ولبست ويلا هنروح اسكندرية نقضي اليوم هناك، وخليكم بقى معايا نشوف عملنا ايه. طبعا انا لغيلكوا الصوت من الفيديو كله لان طبعا كانت فيه اغاني وقرآن، ففي حاجات كتير برضو ممنوع انها تنزل في الفيديو، فشلت الصوت. وبرضو اديكوا هتتفسحوا معايا للناس اللي ما بتخرجش. رحنا اسكندرية، الجو كان حلو جدا جدا جدا. الناس اللي عايزة تغير جو حتى ولو ليوم مفيش مشكلة، هنخرج هنغير جو. حتى لو محدش قادر يسافر ممكن اي حديقة قريبة، آه الأولاد يخرجوا بس يشموا نفسهم. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويرحم كل ميت. حابب بس أوريكم النهاردة عملنا إيه، وأتكلم معاكم في موضوع صغير جدا اللي هو النعمة. ربنا بيدينا حاجات كتير جدا 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 محدش بيحس بيها غير لما بيقع في حاجة منهم. يعني الحمد لله احنا بنتكلم وبنشوف وبنشم وبنحس ونتذوق ولينا رجلين وعينين يعني الحمد لله الحمد لله ربنا بيدي الواحد ال24 إيراد بتوعه كاملين. بس في حاجات بتقع، يعني في حاجات ممكن تكون مشكلة عندنا. طبعا كده احنا الحمد لله دخلنا اسكندرية وبيوت اسكندرية. آه، أول ما بتخشوا أصلا اسكندرية وتشوفوا البحر قدامكم وبتشموا كده اليود اللي موجود في البحر، نفسيا بنهدى. لو هنرجع للطاقات الإيجابية وطبعا علم الطاقة اللي موجود، ناس كتير دلوقتي بقت تتكلم عليه لان برضه في عدى فترة كبيرة ما كانش حد داري بالموضوع ده اللي هو الملح. فعايزة اقول لكم الجو هناك حلو جدا، مش برد الحمد لله برضه، ومش مطر والكلام ده. نرجع بقى ايه لمرجوعنا. بعرف ناس كتير بتكون عندهم مشاكل مثلا او مشاكل صحية، مشاكل مادية، مشاكل اجتماعية، اي حاجة، مشاكل في الشغل. كلنا عندنا مشاكل، بس نحمد ربنا على اللي احنا فيه. نصحى كل يوم الصبح نقول الحمد لله على اللي ربنا مديهولنا علشان يديموا علينا. اول حاجة طبعا هنتجه ونروح فين؟ هنروح ناكل. يعني صباح الخير كده احنا هنفطر ايه؟ هنفطر من كبدة الفلاح. طبعا في اسكندرية معظم الخروجات او احنا مثلا اما بنيجي نخرج لازم بنخرج نروح ناكل. بدأنا بكبدة الفلاح ولقيت في محل هناك والله، يعني لقيت الاسم بتاعه سجق كبدة الفلاح، يعني مش مشكلة. طبعا الساندوتش هناك الواحد ب4 جنيه، طعمه حلو. ناس كتير بتحب الكبدة، بس المكان برضو مضمون والحاجة نظيفة. والمكان لو زحمة فيه زحمة. كمامات مش كتير بيلبسوا الكمامات طبعا، يعني إلا من رحم ربي. ادي الفلاح وجبنا السندوتشات كلناها بالهنا والشفا. طبعا الكمامة زي ما قلت لكم. آه معرفش في حتة كده جاية وانا بلبس الكمامة، معرفش هي ليه جاية يعني، مش فاهم. الحتة دي جات لي في الفيديو بس مش مشكلة يعني. طيب، آه هنعمل ايه دلوقتي بعد بقى ما خلصنا الكبدة والحمد لله كانت حلوة جدا؟ هنبتدي نتحرك وهنروح كافيه على البحر اسمه سلسلة. هو سلسلة ده موجود في اكتر من مكان، يعني احنا هنروح في تقريبا في بحري قدام مكتبة اسكندرية. الناحية التانية في اتنين، يعني في اتنين سلسلة. احنا رحنا بالظبط اللي قدامه، اللي قدام مكتبة اسكندرية. القعدة بتاعته كانت حلوة جدا جدا جدا، مريحة. منكم للبحر على طول. بالنسبة للمشروبات ما كانش سعرها عالي، يعني برضو كانت آه، مش غالية قوي. هي دي بقى مكتبة اسكندرية. طبعا بقى نركن العربية وبعدين نبتدي ايه نتحرك برجلينا كتير. اللي انا اصلا طول عمرنا احنا يعني ما بنيجي نسافر نصيف بنسافر في اسكندرية. بس طبعا انا بقالي كتير ما روحتش اسكندرية. انا عايزة اقول لكم ان انا ما لقيتش اي حاجة من اللي انا اعرفها، يعني كل حاجة متغيرة. النفق ده
علشان محدش طبعا بيعدي الشارع، فاحنا بننقل وبنركب، يعني بننزل النفق ده عشان نطلع الناحية التانية. لقيت الأول زمان كنا لما بنيجي ننزل بنمشي على الرمل كتير جدا. لا دلوقتي بصوا زي ما انتم ما شايفين، الرملة صغيرة والبحر يعني ما بقاش فيه مساحة. والأول كان زمان كان فيه كباين وفيه الدش اللي هو بيبقى موجود ده. يعني كل حاجة بتتغير. هو ده الكافيه ودي القعدة. يعني الواحد قعد كده. طبعا بقى جبت مولتن كيك وجبت شاي. مولتن كيك كان وحش جدا، كان وحش جدا والله. يعني انا يعني فتحت الكيكه كده ان انا تطلع لي بقى الشوكولاته بقى وافرح، ما طلعتليش اي حاجه، مش مشكله. وشربت الشاي وقعدت بقى اتكلمت مع البحر او فضفضت. افتكرت حاجات كتير، اولهم افتكرت امي، لان انا ما كنتش بروح اسكندريه غير معاها. ربنا يرحمها ويرحم كل موتانا. بس ادي المولتون كيك اللي هو ما فيهوش اي حاجه، كان جميل. وشربت الشاي وفضلنا قاعدين حبه كده حلوين. شفتوا انا والله، بص هجيب لكم ان انا بقطعها كده بالمعلقه وهخش جوه بالكاميرا، مفيش. وبعدين بقى رحت مدخل المعلقه جوه ليه؟ لان لقيتهم حاطين المولتون كيك عاملينه وحاطينه في التلاجة، يعني هو مش معمول قدامنا يعني مثلا. تمام. وادي كوبايه الشاي المتينه. كوبايه الشاي في اي مكان غير اكيد يعني في اسكندريه، ريحه وريحه البحر والجو كانت جميله بامانه. طبعا بقى قعدت كتير 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 واتكلمت مع نفسي كتير وهديت كتير. اللي انا نفسي اقوله لكم، يا ريت تكون في طاقة ايجابية موجودة. آه مع يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، ناس كتير ما بتشتغلش وناس كتير بتشتغل وشغلها مش عاجبها. ناس كتير تعبانة، ناس كتير بيحسوا ان هم احنا مظلومين، احنا الناس بتحقد علينا، احنا لا، الموضوع مش كده خالص. طبعا بعد ما طلعنا من الكافيه ادي هيبقى فيه بقى برضو بحر، وبعدين انا هعمل لكم زوم كده على القلعة. بس طبعا اليوم ما كانش فيه وقت ان انا اقدر اروح. طبعا بقوا الحبيبة كتير جدا، يعني انتوا كل هناك تمشوا خطوتين تلاقوا اتنين بيحبوا بعض. بس هي بقى القلعة اللي هناك خالص دي اللي انا هعمل لكم عليها زوم. فانا بس حابب يعني رجاء كده ان الناس تبقى بصة للدنيا بشكل ايجابي شوية. بصوا هو العمر واحد والرب واحد والموتة واحدة، يعني هنموت كده هنموت كده، نموت راضيين وخلاص. نبقى مصفين نيتنا، بنعمل حاجة لوجه الله، تكون لوجه الله، مش محتاجين ليها مبرر، مش محتاجين من حد كلمة حلوة وخلاص. لا، احنا محتاجين من حد كلمة حلوة ان احنا نعرف ان الحد ده من جواه بيحبنا. يعني مش بيبدي علينا مثلا، لا، يعني نمشي كده نبتسم في وش بعض. ناس كتير ما بقتش تصل الرحم اصلا ما بينها وما بين اهلها. لا يعني احنا الحمد لله، ليه نتفائل ان ربنا مدينا كل حاجة. ممكن كحتة ماديات ما بتكونش مع ناس كتير حلوة، بس والله والله الناس اللي هتلاقيها بتقبض قليل ربنا بيديها صحة حلوة ان هي ما تصرفش المرتب في امراض او في علاج او لا، يعني ربنا يعني الدنيا بتظبط، يعني الدنيا بتظبط، اللي احنا بنتمناه بيحصل. طبعا احنا هنعدي على سان ستيفانو وهنعدي على ايه، على كوبري ستانلي. انا بس عشان مش عايز اغير الكلام، تقريبا هو دوت اللي في ظهر كوبري ستانلي. بس فاللي هو بس انا نفسي ان اكيد مش هصلح الكون، اكيد في عيوب، كلنا فينا عيوب، بس برضو ربنا مدينا نعمة. هو ده كوبري ستانلي. اكيد ربنا مدينا نعمة نحافظ عليها، على الاقل نحمد ربنا. لو احنا قعدنا ال 24 ساعة بنقول كلمة الحمد لله مش هنقدر، يعني نقدر نوفي جزء صغير جدا لربنا. ان احنا بنشوف، انا عايزه اقول لكم انا ودني لما وجعتني كنت حاسس ان انا بموت. في ناس اكتر مني تعب وفي ناس اكتر مني بتعمل عمليات. ناس بتمشي في الشارع تقع هوب يعني انا اعرف حد، احنا ممكن نهزر وبناكل لبان وبناكل بندق وفشار، بصوا بنعمل كل حاجه بسناننا. اعرف حد بس اتكعبل وقع صف اسنانه اللي فوق.
ستار دفع مبلغ وقدره، فبرضه بيوجعوا مش زي السنان الطبيعية، فاحنا نقول على الأقل الحمد لله عشان ربنا يديمها علينا نعمة. الحمد لله على البيت الصغير، احنا بيتنا على فكرة صغير، شقتنا صغيرة جدا، المطبخ بتاعي صغير جدا 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 من هنا لأبعد الحدود، بس الحمد لله بقول الحمد لله وبطلع حاجات حلوة. ده سان ستيفانو مول. يعني ايه بقول الحمد لله؟ يعني انا بقول الحمد لله جددت المطبخ على قد ما اقدر، بطلع منه تورت وبطلع منه اكل، الحمد لله بيبقى حلو. فالموضوع مش بالمكان والموضوع مش بالفلوس، الموضوع ولا بالنفسية، يعني هو الموضوع احنا كده دلوقتي في شارع خالد بن الوليد، من احلى الشوارع. انا بحب في اسكندرية سيدي بشر جدا، فمن الشوارع اللي شميت نفسي فيها. طيب، انا بقول لكم ان انا بالنسبة لينا احنا لو احنا على الفلوس، الناس كلها مش معاها فلوس كتير، لا احنا حتى لو الفلوس قليلة ممكن نخرج خروجة قليلة هنتبسط فيها جدا. الشقة بتاعتنا مش واو، احنا ممكن من نظافتنا نخلي الشقة ريحها حلو. يعني ايه شقة ريحها حلو؟ انا اعرف ناس، دي بقى رزق الطيبين طبعا، مش هينفع نعدي غير لما نشتري لنا. اعرف ناس انا بخش الشقق بتاعتهم ممكن الشقة تكون اكبر من شقتنا بمراحل بمراحل، بس الشقة فيها حاجة غلط، يعني ما تحسوش ان في راحة نفسية. بديل لو احنا رجعنا ممكن الكلام ده تسألوا فيه حد كبير، تلاقوا فيه شقة صغيرة بتخشوها تلاقوا فيها راحة نفسية. حد يقولك الشقة دمها خفيف روحها حلوة. هي مش بالمظاهر، ممكن تكون شقة صغيرة بس الحمد لله ربنا مبارك، مطبخ صغير بس الحمد لله برضو ربنا مبارك. فأنا بس ده طلبي الوحيد، إن أنا عايز كل الناس، ده بقى اسمي عمرو، ولقيت اسم أمي سيدة، فأنا كنت فرحان لأن أنا حتى ما لقيتش أسامي ولاد أخويا. تمام. فأنا نفسي بس إن الناس كلها تبقى راضية، لأن احنا لو كلنا عندنا يقين الرضا هناخد كل حاجة الحمد لله. يعني اللي متضايق من شغله واللي مش عارف يذاكر والناس اللي بتدمر صحتها، بصوا في حاجات كتير جدا جدا، واللي بيعيش يا ما يشوف. انا عندي 34 سنة، شفت كتير جدا في الدنيا، بس الناس بتشوفني ان انا بهزر وبضحك. انا ممكن يكون من بعد امي بس دقني ابيض ضربت كلها ابيض، لا انا في الطبيعي الحمد لله بضحك وبهزر ومفيش حد فينا كئيب. انا برضو بيبقى عندي مشاكل، بروح الشغل بقول يا رب، بقول يا رب ان انا اللي في الشغل برضو عندهم مشاكل، فانا مش بشرط ان انا ارمي مشاكلي عليهم علشان خاطر يتضايقوا، لا احنا بنضحك علشان اعدي يوم اللي قدامي قبل ما اعدي يومي. كده كده لو انا في مشكلة فانا كده كده هبقى متضايق، المضايقة دي ممكن تاخد ساعة، وهحاول بقية ال23 ساعة ما بقاش زعلان. بس انا ده اللي انا طالبه منكم، نقول الحمد لله ونرضى بالمكتوب وباللي مقسوم. كل واحد ناقصه حاجة، اللي ما اتجوزش ربنا لو كاتب له ما يتجوز مش هيتجوز. شايفين منظر السحاب؟ واحمدوا ربنا، اعرف ناس بتتجوز وبتتهان وبتتطلق، فقلة الجواز كانت ليهم افضل، بس هم ما صبروش، بالذات في الخلفة. برضو نقول الحمد لله للي ربنا مرضلوش، نحمد ربنا ان ممكن يكون جه طفل تعبان او مريض، الاب والام هم اللي هيشيلوا الهم. بعيدا انه هيتصرف عليه فلوس، لا ده الاب والام بيضحوا كتير جدا علشان عيالهم. بس احنا هنقول الحمد لله، اللي اتجوز الحمد لله، اللي ما اتجوزش الحمد لله، اللي اتطلقت الحمد لله، اللي خاطب الحمد لله، اللي ما خطبش، اللي بيحب. يعني نمشيها كده بالحمد ونشوف ربنا كاتب لنا ايه، لان ربنا هيكتب لنا اللي هو شايفه حلو مش اللي احنا شايفينه حلو، لان احنا للأسف عندنا مش غشاوة، يعني ما بنشوفش الحاجة. او انا بحب حد فانا شايفه هو نمرة واحد في حياتي، بس هو الحد دوت مش نصيبي، الحد ده مش مكتوب لي. لا انا سيبها ربنا كاتبها زي ما هو ما كاتبها، ولان طبعا ربنا احسن حد هيشوف لنا الصالح، فنرضى. لان انا اعرف ناس كتير وناس كتير بتكتب لي حاجات على الواتساب ان انا اطلع اعمل لها فيديو، انا مش هعرف،
بس حبيت ألخص لكم في الفلوج ده، يبقى عندنا طاقة إيجابية حلوة. نخرج حتى لو معناش في جيبنا فلوس كتير، ممكن ننزل نتمشى في أي مكان، نضحك في وش بعض، نجبر بخاطر بعض. مفيش مشكلة لو احنا رحنا لحد تاني يوم الصبح كده أول ما نشوفه كده، يعني قبل ما ننزل من البيت نقول يا رب أنا هجبر بخاطر 3 بس النهاردة، واختار 3، بنت أو ولد. بنت، آه الله انت شكلك النهاردة حلو. ولد، الله السويت شيرت اللي انت لابسه ده جميل، ايه حلو الحلاقة اللي انت حالقها. نكبر بخاطر بعض، نبتسم في وش بعض، مش بشرط اجيب شوكولاتة، مش بشرط اجيب ورد. على فكرة احنا كشعب او احنا كبني ادمين غلابة بنتراضى بابسط حاجة، فنبقى مستهديين كده بالله ونقول يا رب، وربنا اللي كاتبه هنشوفه. فادام كده كده احنا يعني مسيرين مش مخيرين، فالدنيا تبقى معانا بلطف، علشان اللي يجي من عند ربنا ناخده بلطف. بس انا اسف لو انا كنت رغيت كتير معاكم، انا كان نفسي ان انا اوريكم المنظر الجميل ده، وكان نفسي بس اتكلم معاكم في الكام حاجة اللي انا قلتها، اللي هي يبقى عندنا تفاؤل، طاقة ايجابية، حتى لو مش موجودة ندور عليها، نحمد ربنا على النعم كتير اللي احنا غرقانين فيها واحنا مش حاسين. بس نبطل، هو ما اسموش حقد، لان كل واحد فينا فيه كل حاجة فينا، العيوب والمميزات كلها، بس احنا بايدينا بنطلع ايه وبنخفي ايه. احنا بقى كده خلصنا اليوم، طبعا اتبسطنا جدا جدا. وبعدين دلوقتي هنتحرك بقى نروح علشان ناكل. طبعا انتوا عارفين ان كل خروجات لازم تكون اكل. منظر السحاب كان حلو قوي 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 قوي. نفسي، كان في اكتر من مكان نفسي اروحهم، وهروح حتى لو لوحدي، لان انا من الناس اللي بفضل الوحدة اكتر. يعني انا لوحدي رحت مثلا سينما، لوحدي بخرج. رحت كتير، رحت حاجات كتير جدا لوحدي. رحت حمام سباحة لوحدي. يعني عارفين اللي هو الموضوع انا مش بالنسبة لي العدد او اللمة او الصحبة، حتى لو كانت مش كدابة، بس ممكن لا اخرج لوحدي اتبسط جدا، على الاقل هدي دماغي. احنا كده طبعا معديين على كوبري ستانلي. هنروح ناكل فين؟ هناكل في واحد خطاب. واحد خطاب دي في ايه العرب، مش فاكر، هي في برج العرب. آه مش بشرط، ممكن يكون عندنا صحاب كتير، ممكن صاحب يبقى يوفي بالغرض، حتى لو مش موجود مش مشكلة. نخرج ونتبسط ونتفسح ونضحك ونقول نكت حتى الناس اللي يعني عندها مشاكل، ممكن على الأقل عندكم اليوتيوب هتجيبوا أي مقطع من مسرحية أو من فيلم انتوا بتحبوه أو خفيف على قلبكم، ونشغله ونضحك كده، نبتسم قبل ما ننام، علشان لو احنا فكرنا كتير في الدنيا هنتعب. فاحنا هنقول يا رب كده والدنيا تمشي ايه زي ما مكتوبة. طبعا بالنسبة لاسكندرية، الاسكندرية مش زحمة خالص خالص خالص، هي حلوة، من المدن اللي انا نفسي كنت ابقى اسكندراني. بحب الناس بتاعتها. زي ما انتم ما شايفين كل اللي على اليمين ده كافيهات. كده بقى احنا خلاص خلصنا وداخلين على، احنا دلوقتي بقينا ببرج العرب بالفعل. يعني كان في واحات كتير بنعدي عليها، بس طبعا رايحين واحد خطاب، هي موجودة على اليمين وعلى الشمال. واحد خطاب الميزة اللي فيها ايه؟ فيها نظافة، نمرة 1 و2 و3 و4 نظافة. آه كل الناس اللي بتشتغل هناك مبتسمة، مش ناس تقيلة. الحمد لله الحمد لله، دخلت مطاعم كتير جدا، فبيفرق معايا أوي النظافة. أول طبعا ما بنخش بيكون في ناس بتديك كحول، اللي معش لابس كمامة بيديله كمامة وبيقيسله درجة الحرارة، ناس بتبيع بخور، وفي المنتجات بتاعت واحد سيوة. وطبعا بيبيعوا فطير مشلتت وعسل للناس برضو اللي حابة، بس لما انا رحت ما كانش فيه طبعا بقى بالسمنة البلدي. هناك بقى الميزة ان هم هناك عاملين اماكن كتير جدا، فانتوا بتختاروا حابين تقعدوا على كراسي بيكون، او كراسي وترابيزات موجودة، وفي اللي هم القعدات اللي هو دي كده الترابيزات، وادي بقى في نافورة حلوة كده دمها خفيف. وكل اللي على اليمين
واللي في الوش ده القعدات العربي. فاحنا حبينا نقعد في قعدات عربي، بس طبعا المكان اللي تحت كان تلج، الجو برضو بالليل صعب، فحبينا او فضلنا ان احنا نطلع فوق احسن. طبعا دول بقى كل الناس اللي هم المشهورين، يعني ربنا يا ربي يدينا كل اللي احنا عايزينه. حبيت اصور لكم نظافة الحمام، يعني انا بفرح جدا لما بخش مكانه بلاقيه نظيف بامانة. الحمام ريحته حلوة، مفيش مناديل مترمية في الارض. ده بقى المكان اللي احنا طبعا بنروح بالحجز، يعني بنحجز وبنستنى كده الاكل لما يجي. بيبيعوا كل حاجة. الاسعار مش عارف لان مش انا اللي دفعت اخويا اللي دفع. بس طلبنا رز اللي هو البسمتي، اللي هو الملون، سوداني وزبيب وتحفة، ومكرونة مبكبكة وفراخ مشوية، والسلطات كانت حلوة جدا جدا. وانا قاعد بره كانت الناس بتخش بالصواني دي، فانا فاكرها فخار لان انا بعشق الفخار. لما ابتديت اما نزلوا لنا الاطباق دي ابتديت اخبط عليها لقيتها بلاستيك ومكتوب عليها واحد خطاب، بس استغربت يعني، بس هما جايبين لون صح ان اللي يشوفه. طبعا العيش كان سخن والمسقعة كانت جميلة، بس انا مشكلتي ما بعرفش اكل والاكل كتير جدا، بس كلت. وكنا طالبين فراخ مشوية. طبعا بقى اخويا بيقول لي طب نجيب ممبار بتاع، قلت لهم لا يعني سيبوني انا اللي اعمل لكم الممبار والمحشي والحاجات دي. ايا كان نظافة المكان ما بعرفش اكل حاجات فيها رز ونظافة كتير وخضرة من بره، يعني ما بضمنش. الناس اكيد نظيفة بس برضو يعني احنا اكيد في البيت انضف، يعني احنا بنعمل حاجة بنغسلها اكتر من مرة بس نفسيا. بس الرز كان تحفة، كان حلو جدا بأمانة. طبعا طلبنا منهم معالق بلاستيك جابوها. مكان حلو. اللي عجبني فيه ان كل الناس جوه بنظام ان احنا بنروح ادي الفراخ، وبعدين بقى طلبنا الشاي الاخضر الجميل ده بيبقى فيه السكر، هو معرفش اسمه شاي زهرة، يعني اللي يعرف يا ريت يعرفني. كان طعمه حلو وشربناه. وطبعا جابوا كنافة بس انا ما كلتهاش، ما بحبش الحاجات المسكرة. وطبعا في العاب للاطفال. وادي كان ده اليوم. يا رب يكون اليوم خفيف عليكم. اللي ما خرجش ادي شاف اي منظر او شاف اي حاجة عجبته. ربنا يجعل كل ايامكم اللي جاية تكون خير وسعادة. ربنا ما يبعدش عنكم اي حد انتوا بتحبوه، وما يحرمكوش من اي حد انتوا بتحبوه، ويفضل كده اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. احنا كده بقى خلاص روحنا والحمد لله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة.